السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصريه. جمعه مباركه ان شاء الله. انا عندي دايما يوم الجمعه ربنا يديمها علينا يا رب. الولاد بيتغدوا عندي. فالنهارده بقى المنيو تحت امر الحاج صاحب البيت عايز ياكل لحمه مسلوقه وفته. والله يسهل عليا المساله بدل ما اقعد محتاره اعمل غدا ايه. المهم آه، حطيت حته سمنه صغيره مش كتيره وحبهان ومستكه وبصل وطماطم، شوحتهم. انزل بقى باللحمه، ودي طريقتي المعتاده. طبعا واحده هتقول انت كل مره تبتدي الفيديو بالمنظر ده. لما بيكون في سلق لحمه او فراخ هي دي الطريقه المعتمده بتاعتي في سلق اللحمه او الفراخ. احط اللحمه، هي دي عباره عن عكاوي ولحمه بالعظم رواية ايد يعني. اوكي، هشوحهم. كملي معايا الفيديو شوفي هنعمل ايه. احنا شوحنا اللحمه تشويحه بسيطه قوي يعني مش جامد، اديها صدمه بس. وما تتكاش عليها عشان ما تتلسعش من تحت ويبقى لون الشوربه غالي. ميتنا السخنه بقى من قبل ما احط ميه ولا اي حاجه. ريحه الحبهان والمستكه فظيعه فظيعه فظيعه. لو محتاجه ميه تاني هحطها، اخليها تغلي غلوتين، نار عاليه، وبعد كده اوطي عليها النار، هتاخدي احلى شوربه واحلى لحمه. نعمل بقى مع بعض بقيه مكونات الفتة. هنعمل بقى الصوص الأحمر أو التسبيكة أو الدمعة بكل الأنواع أهو، حسب ما انتي بتقولي ايه، أو ماما كانت بتقول التدويرة. جبت معلقة سمنة ومعلقتين زيت ومعلقة توم. ويعني المسألة الفتة مش محتاجة إن انتي تتفرجي على فيديو، لأن كلنا بنعرف نعملها، بس في ساعات تكات حركات انتي مش بتعمليها جايز أنا بعملها. ولو انا مثلا مش بعملها وانت قلتي لي لا اعمليها بالطريقه دي اعملها. في بيحطوا التسبيكه الطماطم الاول تتسبك وبعد كده يطشوا عليها التوم. اختي الكبيره بتعملها كده وبيبقى طعمها كمان جميل، بس انا متعوده ان البدايه بتاعتي هي توم. يعني مش هحمره خالص. الكاميرا مش مبينه اللون، هو كده يا دوبك بقى بيج. ضربت نص كيلو طماطم في الخلاط، حطها عليه شموا بقى ريحه. طماطم حمرا وجميله. اسيبها تتسبك، وبعدين مش بحط عليها حاجه ابدا غير الملح وفلفل اسمر. متحطش عليها بهارات ولا بتحط عليها حاجه، هي كده اللي هي الايه الكلاسيكيه. في طبعا بيعملوا مش بالطماطم، بيعملوها بالخل والثوم وبس. بس بقى نظام الفلاحين، يعني الفلاحين بيعملوها بالطماطم مش الاسكندرانيه. الاسكندرانيه بيعملوها بالخل والثوم. فانا ماشيه بقى على نظام الفلاحين الاصيل الجامد بقى. خلاص تتسبك ونكمل نشوف هنعمل ايه، ونحمص العيش ونعمل الرز. خليكم معايا، تابعي معايا الفيديو، هتستفادي جدا. دي كده استوت، زودها بس ميه عشان آه، الفتة مش كتير قوي يعني. مش من الناس اللي ما بحبش اعمل شوربة كتير عشان يبقى طعمها جميل. وادي الصلصة اتسبكت، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر بس. فاضل لنا مكون واحد اللي بيخلي ريحة البيت، مش هكتر طبعا. انا عايزاها بتتلفى ما تبقاش مرقة. هتتسبك شوية وتلف ببعضها، ونحط عليها المكون الأخير. متخيلين ريحة البيت عاملة ازاي؟ وادي العيش قطعناه كده بالمقص بايديكي زي ما انت عايزة، وحطيت عليه معلقتين سمنة ومعلقة زيت ودهنتهم كلهم في بعض. وزي ما انتوا سامعين كده المروحة، هحطه في الفرن يتحمص. بتبقى احلى فتة في الكون. في بيحطوا معلقة توم معاهم كمان تخلي ريحة حلوة، بس انا مش هعمل كده. دول هحطهم في الفرن يتحمصوا، وبعد كده ايه اعمل الرز ونركبه بقى الفتة على احنا كده. صوص الطماطم اه اتسبك، وحطيت عليه ميه وملح وفلفل اسمر. كان نفسي يبقى حراق بس مش هينفع عندي. فهنحط اخر مكون اللي هو التكه الجامده بقى، زي معلقتين خل، واحطه في الاخر. ليه وما خلوش كمان يغلي كتير؟ احطه في الاخر علشان ما يطرش.
ويفضل ايه، يبقى ريحته قوية. نقلب كده يغلي غلوتين ونطفي عليه. شامين بقى التوم مع الطماطم مع الخل، بقى شغل العيد الكبير. يلا بقى نغرفه مع بعض ونشوفوا اللي مش بيحب الفتة واللي بيحب العيش ناشف، يعني كل واحد بطلب. عشان كده مش هعمل صينية كبيرة. ادي الرز اهو زي القمر اهو. خلاص معلش. ده كان غدانا النهارده. عملت لحمه هي على في واقع الامر عكاوي، سلقتها. غدوه بسيطه جدا جدا، بس تحس كده الناس بتحبها. فته ولحمه تحسهم كده ان هم ايه، بيفرحوا بالفته واللحمه. فعلا احنا كمان بنحبها. عملت معاكم الفته واللحمه بكل تفاصيلها. هي ايه اللي هي اللحمه المسلوقه والفته الكلاسيكيه. بحبكم كلكم وتفضلوا معانا. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه. طبعا ما تنسيش لايك شير تفعيل جرس يوصلك مني كل جديد. باي باي.